استهل المنتخب البرتغالي التدريبات استعدادا لبدء مشواره في دوري الأمم الأوروبية بقيادة نجمه كريستيانو رونالدو. أجرى المنتخب البرتغالي أولى حصصه التدريبية استعدادا لافتتاح مشواره في دوري الأمم، حيث يستقبل كرواتيا يوم الخميس المقبل في لشبونة ضمن منافسات المجموعة الأولى للمستوى الأول، قبل أن يواجه اسكتلندا بين جماهيره كذلك يوم الأحد في 8 سبتمبر الجاري. قال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إنه لن يتردد في إعلان اعتزاله دوليا في حال شعوره بالعجز عن تقديم الإضافة لمنتخب بلاده، كما أضاف أن الهاجس الرئيسي الآن هو الاستعداد والتدريب بجدية من أجل الفوز بدوري الأمم الأوروبية. Motivação para vir à seleção para ganhar a Liga das Nações. حافزي هو القدوم إلى المنتخب الوطني والفوز بدوري الأمم. إنها مسابقتنا التالية ونحن نستعد لها ونتدرب بأفضل طريقة ممكنة لمواجهة هذا الاختبار. لقد فزنا بها بالفعل مرة واحدة ونريد أن نفعل ذلك مرة أخرى. هذا هو حافزنا. سأذكر نفس الكلمة مرات عديدة، لكنني لا أفكر في الأمد البعيد، دائما في الأمد القريب. عندما أشعر أنني لن أضيف المزيد سأكون أول من يغادر. هذه هي الحياة، وسأرحل بضمير مرتاح كما هو الحال دائما، لأنني أعرف ما أنا عليه، أعرف ما يمكنني فعله، أعرف ما أفعله وسأستمر في فعله. لذلك كما أقول أواجه الحاضر بطريقة إيجابية للغاية، لأنه بالنسبة لي أهم شيء في كرة القدم أن أحقق ما أريده وأن نواجه كل لحظة وكل دورة، وأشعر بالسعادة. كانت مرحلة التصفيات لكأس الأمم الأوروبية على ما كانت عليه، وكذلك بطولة أوروبا نفسها. أعتقد أنها كانت إيجابية وسأظل أعتقد ذلك دائما. عندما تأتي لحظة الاعتزال عاجلا أم آجلا لا أعرف، سأكون أول شخص يتقدم للأمام، وبالنسبة لي لا توجد مشكلة. المنتقدون رائعون، لأنه إذا لم يكن هنالك انتقاد فلن يكون هناك تطور، وهذا أمر طبيعي. لقد اعتدت على ذلك، لقد كنت دائما على هذا النحو. هل سأتغير الآن؟ لا. أحاول شق طريقي باحترافية قدر الإمكان، أحاول مساعدة المنتخب الوطني ونادي بأفضل طريقة ممكنة باحترافية، ليست فقط بالأهداف أو بدونها، بالتمريرات الحاسمة، بالانضباط، بأن أكون المثال. كرة القدم تتجاوز مجرد اللعب الجيد أو تسجيل هدف أو تقديم تمريرة حاسمة. كرة القدم تتجاوز ذلك بكثير. بعد أن وصلت إلى 899 هدفا، هل تعتقد أنني ما زلت قلقا بشأن الهدف 900 أو 901 أو 902؟ كان هناك الكثير من الأهداف ولم يعد الأمر كذلك بالنسبة لي. ما يحركني في هذه اللحظة ليست فقط الآن، في السنوات الأخيرة، هو الفرح الذي لا يزال لدي للذهاب إلى التدريب ولعب مباراة وخوض المنافسة، والشعور كما يقولون بإثارة المباراة. ما زلت أشعر أن هذا هو أهم شيء بالنسبة لي. أشعر أنني في حالة جيدة. أما بالنسبة لكأس العالم 2026 فلا يمكنني الإجابة على هذا السؤال، لأنني كما أقول أعيش في الحاضر وأحاول الاستمتاع باللحظة. أنا سعيد جدا بالعودة إلى المنتخب الوطني مرة أخرى.